زين الدين زيدان تيفاجئ المنتخب المغربي من بعد ما ربحنا كندا وتأهلنا لدور 16 من مونديال قطر والمواجهه ديال المنتخب الاسباني. زين الدين زيدان موجد مفاجاه وقال لك باغي يفاجئ بها المنتخب المغربي في مباراه اسبانيا. نسمعوا شنو قال زين الدين زيدان. بعد التأهل التاريخي للمنتخب الوطني للدور 16 من مونديال قطر وربح منتخب كندا والتصدر ديال المجموعه، صرح اسطوره كره القدم زين الدين زيدان لقناه الدوري والكاس القطريه وقال: انا سعيد للغايه بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي ولاول مره لاي منتخب عربي وافريقي في كاس العالم، وانا انتظر بفارغ الصبر مشاهده المنتخب المغربي امام المنتخب الاسباني. ولقد اتتني دعوه من القطري ناصر الخليفي لحضور مباراه اسبانيا مع المغرب لمساندة المنتخب المغربي، وسوف أحضر هذه المقابلة من المدرجات لمشاهدة أشقائنا في المغرب. فالمغرب من أجمل البلدان إلى قلبي، وأنا دائما أزور المغرب خاصة في العطلات الصيفية. فالمنتخب المغربي رفع رؤوس العرب في هذا المونديال، وأعتقد أن مواجهة المنتخب المغرب مع المنتخب الإسباني ستكون مباراة نارية وحماسية بين المنتخبين، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم. فالمغرب منتخب قوي جدا ومنظم وقادر على تخطي المنتخب الإسباني في هذه المباراة بما يملكه من اللاعبين على أعلى مستوى: أشرف حكيمي وياسين بونو وحكيم زياش ونصيري وغيرهم من اللاعبين المتميزين. وأتمنى تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمن في كأس مونديال قطر، فالمنتخب المغربي قادر على صناعة المعجزات في كأس العالم. بصراحه ما عرفتش واش هادشي اللي قال زين الدين زيدان على المنتخب المغربي بصح ولا غير بغى يبيعنا العجل. المهم انت ولا انت اللي كتفرج في هذا الفيديو قول لنا واش بصح قادرين نصنعوا المعجزات في هذا كاس العالم، ولا الماتش الجاي نوجدوا لهم الطياره باش يرجعوا بحالهم.